السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا متابعين؟ إن شاء الله طيبين. اليوم بسوي معاكم الرز المشخول بالتونة. هنا عندي ما شاء الله حطيت في المقلاة الزيت الزيتون، حطيت ما شاء الله بصل. طبعا تكثرون البصل لأن الرز أبيض، بنحط عليه هذه الكشنة حقت التونة، فيكون الأفضل يكون البصل ما شاء الله كميته راهية. وهنا أقلب البصل لحد ما يتحمر، يعني ياخذ له لون حلو. لازم يتكشن البصل مضبوط علشان بعد التونة يعني شوي فيها زخمة وكذا. هنا عندي أحط بعد ما تكشن البصل البهارات، وأهمها الفل اللومي الأسود مع السمك وهذه الأشياء، يعني هو أحسن شيء، وكركم بهارات مشكلة وشوي كاري وفلفل أسود. وأقلب البصل مع البهارات مضبوط. هنا عندي الرز أسلقه 3/4 استواء. حطيت ورق غار وزيت زيتون وملح والموية الحارة. وهنا الكشنة حطيت عليها صلصة، ما أفضل الطماطم لأنه يطلع زخمة مع التونة بالنسبة لي أنا. وهنا صفيت التونة من الزيت وحطيتها على الكشنة، وهنا بعد ما حطيتها أقلبها لحد ما تتجانس مع الكشنة. وهنا ما شاء الله رزي شخلته، وعشان كذا سميناه مشخول ربيان أو مشخول سمك أو مشخول، كلها بسبب تسمية عشان نشخل الرز. وهنا حطيت عليه شوية موية حارة وملح رشيتها عليه، وبعدين هنا ما شاء الله حطيت عليه الكشنة وخليه على نار هادية لحد ما يتشرب الكشنة وخلاص، ويصير استواء الرز استواء كامل. هنا أوريكم ما شاء الله القدر، وهنا ما شاء الله الشكل النهائي لطبختنا اللذيذة. إن شاء الله تعجبكم تطبقونها، علينا وعليكم بألف عافية. طبعا هذا سميناه مشخول لأنه ينشخل في المشخالة حقت بعد ما نسلق الرز نشخله بالمشخالة، فيعني اعتقادي أنه مأخوذ من هذا الاسم مشخول. تونة، مشخول ربيان، مشخول سمك. إن شاء الله تطبقون الوصفة وتعجبكم، وعلينا وعليكم بألف عافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.